السلام عليكم، كترحب بكم قناة مطبخ أم يمينة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم مسمن معمر على شكل عش الطير. كيجي رائع لا في الشكل لا في المذاق وبطريقة جد بسيطة. كيجي من برا مقرمش ومن الداخل رطب والطريقة مختلفة عن المعتاد. وكنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم وما تنسونيش لايك الفيديو باش تعم الفائدة، وخليكم معايا تكتشفوا على المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 3 د الكيسان ديال دقيق الابيض وشويه ديال الملحه، ونضيف بيضه والصفر نخليه على جنب باش ندهن به المسمن ديالي. معلقه كبيره ديال العسل، ممكن تعوضوه بالسكر. صافي غادي نجمع بالماء يكون دافي غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي غادي نعجنها مزيان، يعني ما نحتاجش ندلكها بزاف غير على ما تجمعت لي العجينه وصافي. وغادي ندهنها بواحد شويه ديال زيت المائده ونديرها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح على ما وجدت الحشوه. هنا عندي مقله ضفت فيها حبه بصله كبيره مقطعه صغيره، مطيشه قشرتها وقطعتها صغيره، حبه فلفله كبيره حتى هي مقطعه مربعات صغار، شويه ديال صدر ديال الدجاج قطعته حتى هو صغير، شويه ديال المعدنوس، جوج فصوصه ديال الثوم محكوكين في الرقيقه، ونضيف شويه ديال الزيت فاش تقلى الحشوه، والملحه على حسب الذوق، وشويه ديال الملون الغذائي، ونضيف شويه ديال التوابل ديال الدجاج كتعطي واحد اللذه للحشوه زوينه، وشويه ديال الابزار وشويه ديال القلياطه مدقوقه. اللي ما بغاش الحار ما يديرهاش. صافي غادي نخلط المكونات مع بعضها ونجهد على النار باش الخضره ما تلقليش الماء وتجيني الحشوه ناشفه. صافي غادي نخلطها على ما تشحرت مزيان وعلى ما تقلات لي مزيان. كما كتشوفوا الحشوه ناشفه. غادي نضيف شويه ديال الزيتون ونخلط الزيتون مع الحشوه ونطفي النار ونحطها على جنب باش الحشوه تبرد. صافي غادي ندوز للعجينه. صافي العجينه راها ارتاحت، غادي نقطعها كويرات صغار ونحط في البلاطو ونغطيها بالبلاستيك غذائي باش ما تنشفليش ودير لي ديك القشره من الفوق. وهنا عندي الزبده خاصه بالتوريق مذوبه مع قليل من الزيت المائده، ونضيف عليها نص ساشي ديال الخماره ديال الحلوه. صافي ونخلطها وغادي نحطها على جنب، وغادي نبقى نسرح العجينه مزيان حتى يبان لي سطح العمل ديالي، ونرشها بالزبده المذابه مع الزيت والخماره ديال الحلوه، وغادي نجمعها على هذا الشكل كما غادي تشوفوا في الصوره. كنتمنى الصوره تكون واضحه. غادي نجمعها على شكل عش عصفور، طريقه سهله والمنظر ديالو كيجي هائل بزاف. صافي غادي نبقى نحط في اللاطه ونغطيها بالبلاستيك حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
صافي كما كتشوفوا كملت الكميه ديالي كامله شكلتها. وغادي نجيب اللاطه اللي غادي تدخل الفران، غادي ندير فيها واحد الورق ديال الطهي. وكما كتشوفوا كنحاول نبسط الوسط باش نعمر الحشوه في الوسط. صافي حتى الحشوه راها عندي بارده، الا كانت سخونه خليوها حتى كتبرد. صافي وغادي نعمر المسمن ديالي كامل. صافي على ما عمرتهم غادي ندهن بديك صفا البيضاء اللي خليت في الاول، والقليل من الحليب وقطرات من الخل. صافي ونبقى ندهن الجناب ديال المسمن او عش الطير. صافي بالنسبه للفران ضروري ما يكون مسخن من قبل، واحد 10 دقائق من قبل عاد دخلوا اللاطه. وكنأكد عليكم ما تدخلوش الفران يكون بارد، ضروري ما يكون مسخن من قبل. وبالنسبه للنار تكون متوسطه باش يجي المسمن محمر كامل ومقرمش على الجناب، والداخل يكون رطب. وهنا غادي نرش عليه شويه ديال الفرماج محكوك. كما العاده كنقول لكم اي نوع من الفرماج ديروه، ممكن حتى تستغناو عليه في هذه الوصفه، يعني ماشي ضروري. كما راكم تشوفوا خرجت المسمن ديالي من الفران، كيجي مقرمش من الداخل ورطب. وشفتوا كيجي مورق، واخا ما ورقناش وما طويناش كيجي مورق مسمن بلا عذاب بلا تماره، راه غير ديك اللويه كيجيو مشاهدين من الداخل. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى الوصفه اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.